كل حاجة بدأت قبل نتيجة الثانوية العامة بأيام. بنتي الوحيدة بدأت تتعب وأعراض غريبة ظهرت عليها، وبين صرخاتها وكوابيسها وكمان رعبها اللي كان بيزيد. أنا كنت فاكرة إن ده توتر طبيعي، لحد ما اكتشفت إن في سر كبير، سر كبير وسحر وكذبة قلبت حياتنا لجحيم. ودي كانت البداية. بنتي الوحيدة وقبل نتيجة الثانوية العامة بأيام بدأت تتعب تعب غريب ومش مفهوم. كانت كل شوية بتشتكي من تعب في معدتها وعلامات غريبة بتظهر على جسمها. واتطور الموضوع إنها بقت تصحى من النوم على كوابيس كتير وبتفضل تصرخ وتنادي عليا، لحد ما قررت إن أنام معاها اليومين دول، وتحديدا لأن أبوها مسافر وكان بيجي كل فترة ومفيش غيري أنا وهي في الشقة. لحد ما جات الليلة الأسوأ، وهي ليلة ظهور النتيجة. كانت الليلة اللي صحيت فيها من النوم وفضلت تصرخ بدون ما توقف لحظة. وفضلت تقول إن في واحدة شكلها وحش واقفة قدام باب الأوضة، وكانت بتهددها إنها هتموتها وتتخلص منها. فضلت أهدي فيها بقدر الإمكان رغم إن أنا كنت مرعوبة من جوايا وحاسة بخطر غير طبيعي، لحد ما ظهرت النتيجة، واللي كانت أسوأ من أي توقع توقعته أنا ووالدها. بنتي جابت مجموع ما يدخلهاش حتى معهد خاص، ورغم صدمة العمر ألا إني اتحملت، لأن الظروف دي حاليا ما تسمحش إن أعاقبها على حاجة زي دي. بس للأسف أول لما الموضوع وصل لأبوها صار صورة غير طبيعية، وبدأ يوعدها وأقسم لها إن هو هيقعدها في البيت وإنها مش هتتعلم تاني، وفضل يلوم فيا على حكم إن هو متغرب وشقيان، ودفع دم قلبه علشانها على أمل إنها تدخل كلية كبيرة وفي الآخر تجيب مجموع زي ده. وطبعا ده كان سبب رعب كبير للبنت. البنت اللي اتأكدت إن أبوها أول لما ينزل هيعاقبها عقاب شديد جدا، وده زود حالتها أكتر وأكتر من التعب والأذى اللي هي كانت فيه، لدرجة وصلت إني دخلت الحمام في مرة لقيتها واقعة جوه وعمالة تترعش وبدون أي صوت، وعينيها كانت مبرقة للسقف. ولما كنت بكلم جوزي واحكيله ما كانش بيصدقني ولا كان بيصدق كلامي، لحد ما خرجت البنت في مرة من أوضتها وهي بتترعش جامد، وكانت ماسكة في إيديها حاجة مش باينة ملامحها. ولما كشفتها كانت صدمة عمري. كانت ماسكة في إيديها قماشة معقودة أكتر من عقدة، حتة قماشة مربوطة كده، مربوطة أكتر من كذا عقدة. ولما فتحتها لقيت جواها فيها صورة لبنتي، وكان مكتوب على الصورة طلاسم وحروف غريبة. وكان جوا القماشة دي حتة لحمة متعفنة. وقتها عرفت السبب اللي وصل بنتي لكده. بنتي كان معمول لها عمل، وكان واضح إنه هو عمل بفشل، لأني حاولت أقرأ الكلام اللي كان مكتوب على القماشة وكان مكتوب كلمة فشل. لما اتكلمت معاها عرفت إن التعب ده معاها من أول السنة، ولكنها ما كانتش بتتكلم ولا بتحكي، وكانت فاكراه إن هو بسبب الضغط اللي عليها والدروس والمذاكرة، وإنه زاد عليها أكتر الأيام دي. ورجع أبوها اللي كان ساير وواجهته ووقفت قدامه علشان خاطر بنتي، وللأسف ما صدقنيش ولا حتى صدق موضوع العمل ده، حتى قال عليا إن أنا طول عمري كدابة. وفضل البيت في نكد كبير لحد ما جوزي سافر للمرة التانية، وبدأت أسأل هنا وهناك علشان نلاقي حد كويس يجي ويعالج بنتي، يعالجها من اللي هي فيه، لحد ما عرفت إن في راجل كويس اسمه الشيخ هاشم. وعرفت كمان إن لو الحالة كانت صعبة إن هو ممكن يجي البيت ويعالجها في البيت. وبصراحة أنا ما كنتش مهتمة بعلاج بنتي بقدر ما كنت أنا هموت وأعرف مين اللي عمل فيها كده. عايزة أعرف بس علشان أنتقم منه وأعرف هو ليه عمل كده. ورغم معارضة بنتي تماما إنها تتعرض على الشيخ ده، ألا إني كنت مصممة وفعلا جبته البيت غصب عنها. وبدأ يعمل حاجات غريبة من أول دخوله للبيت. فضل يرش مية ريحتها غريبة ويهمهم بكلام مش مفهوم. أنا سبته يعمل كل حاجة وطلبت منه ضروري أعرف مين اللي عمل كده، وفضلت وراه لحد ما شاف بنتي وكشف عليها، وفضل يبتسم ابتسامات مريبة ومخيفة.
وقال لي إنها هتكون كويسة. هي هتكون كويسة بس لما تمشي على اللي هقوله. وطبعا ما كانش عندي استعداد إن أنا نهمل اللي قال عليه. شربتها المية اللي سابها وكنت بحميها بيها وبرش بودرة معينة وبولع بخور قال لنا عليه. بس بعد كل ده بنتي ما كانتش بتتحسن، بل حالتها كانت بتسوء أكتر، وبدأت تحصل أحداث غريبة في البيت. أنا نفسي بقيت بحس بيها، بقيت بحس بأنفاس حد معانا في البيت، وبالليل بحس إن حد نايم جنبي وبيوشوش في ودني وبيقول لي كلام مش مفهوم. وبقيت بشوف تعابين كتير جدا في أحلامي وبقوم منها مخضوضة. حتى بنتي حالتها بقت تسوء يوم بعد يوم. دي بقت بتترجاني إن ما أجيبش الشيخ ده تاني، لأن الموضوع بيزود الأذى مش بيقلله. ورغم كده فضلت مصممة وقلت لها هنكمل لحد لما الشيخ يقول لنا مين اللي عمل كده، واستحالة أوقف برنامج العلاج إلا لو عرفت مين اللي عمل لنا الحاجة دي. وفضل الرعب يزيد في البيت لحد ما حصل موقف خلاني كنت هموت، لما فعلا شفت حد بيخنق بنتي وهي نايمة. حاجة لونها أسود عاملة زي الخيال، وبنتي كانت بتتنفض وكأنها بتنازع وبتموت. ولما صحيت فضلت تعيط وتقول لي إن كل ده بسبب الشيخ. ورغم الرعب ده كله صرت فيها وقلت لها هنكمل لحد ما أعرف مين اللي عمل كده. واستصرخنا وصوتنا اللي كان عالي قالت لي إن اللي عمل كده عمتي كريمة. سألتها طيب انت عرفت منين؟ قالت لي أنا شفت كل حاجة وأنا نايمة ومتأكدة 100%. ومن هنا اتأكدت. كريمة الست اللي عاملة نفسها ملاك، اللي بتحقد عليا وعلى بنتي، والكلام ده من زمان جدا. هي أكتر واحدة كان مشكوك فيها، هي اللي دمرت مستقبل بنتي، وهي اللي عيشتني في الرعب ده كله. وقفت العلاج مع الشيخ وفضلت أفكر كنت عايزة أوجعها زي ما وجعتني ببنتي، أوجعها وجع شديد من غير ما تأذي. ومن هنا جت الفكرة، عزمتها على الغدا وقررت أعاقبها عقاب شديد. جبت سم فران وحطيت منه نسبة بسيطة قوي في الطبق بتاعها. ما كنتش عايزة أموتها علشان ما اوديش نفسي في داهية، ولكني قلت أنا عايزة أتعبها ولو حتى بس كام يوم. وفعلا بدأت تاكل من الطبق وأكلت منه هي وابنها الصغير اللي كان عنده 3 سنين، مع إني حاولت أمنعها إنها تأكله منه. ورجعت بيتها وعرفت إنها تعبت هي وابنها. التعب ما كانش شديد أوي زي ما توقعت، بس هي قدرت تنجو لأن النسبة كانت قليلة. إنما اللي ما كانش متوقع إن ابنها الصغير ما تحملش وللأسف مات. واللي ما كنتش متوقع إن هو يجي وياكل من نفس الطبق مات في المستشفى، وشكوا في حالة تسمم وبلغوا الشرطة. وحكت إن آخر حاجة أكلوها كانت في بيتي، واتهمتني بتسميم ابنها. وبدون مقدمات لقيت نفسي متهمة في قضية قتل. ولما رحت القسم ومع الضغط ولما فتشوا شقتي لقوا فعلا السم، واعترفت بكل حاجة غصب عني، وقلت إن أنا اللي عملت كده لأنها سحرت بنتي وأنا كنت بنتقم منها مش أكتر. علشان كده استدعوا بنتي اللي كانت مرعوبة قدام المباحث وقالت أغرب كلام ممكن أسمعه في حياتي. بنتي كانت بتاخد فلوس الدروس طول السنة وتقعد على الكافيهات وما بتروحش، ولما اتأكدت إنها هتجيب مجموع قليل قوي خافت من أبوها وعملت إنها مسحورة. مثلت عليا كل حاجة، الأعراض والسحر نفسه، وهي اللي كانت كاتبة كل حاجة على أمل إن النتيجة تطلع والموضوع يعدي. ولما أنا جبت الشيخ بدأت تتأذي بجد، لأنه كان عارف إنها بتمثل وكان بيأذيها وبيخوفها علشان تسمع كلامه وينتهك جسمها. علشان كده كانت بتطلب إننا نوقف معاه. ولما شافت إصراري وعلشان تريحني قالت إن عمتها هي اللي عملت كده، على أساس إنها أكتر واحدة بكرهها، وافتكرت إني خلاص هسكت والموضوع هينتهي. وهي ما كانتش تعرف إني هسمم عمتها وابن عمتها هيموت وهروح في 60 داهية. ولما ظابط المباحث قال لها مين اللي قالك على الفكرة دي، قالت إنها زمان وهي صغيرة شافتني بعمل نفس الحيلة في أبوها لما كنت عايزة أبعده عن أخوه، وعملت سحر وهمي. قلت له إن مرات أخوك وأخوك عملوه فينا علشان ياكلوا ورثنا، وفعلا نجحت وافتكرت إن الموضوع عدى. ما كنتش أعرف إنها تعاقب عليه بعد كل السنين دي، وإن الشر اللي زرعته بنتي حصدت ثمرته، وإن الصدق في النهاية هو النجاة
مهما حصل، وإن الكذب والخداع هما الهلاك ولو بعد حين. ودي كانت قصتنا النهاردة اللي كتبها لنا أحمد محمود، يا رب تعجبكم. سلام.